عمرك شفت جهاز فولدبل من ابل؟ طب شفت ايفون 17 برو ماكس بشكله الجديد؟ طب شفت الايفون الجديد حتى وما اقصدش ال 16 ايه؟ طب تعرف ايه اللي حصل لمميزات الذكاء الاصطناعي بتاعت ابل؟ طب شفت الشكل الجديد لاي او اس 19؟ كل دي حاجات هتعرفها في الفيديو ده. لو ما تعرفش، في تسريبات قويه جدا بتاكد ان ابل شغاله على جهاز فولدبل. تخيل ابل هتعمل جهاز فولدبل بعد ظهور التقنيه دي بسنين، فتخيل شكله هيبقى عامل ازاي او امكانياته عامله ازاي. ونفس التسريبات دي بتقول ان ابل عامله الكريز بتاع الشاشه دي مش باين خالص تقريبا. اكيد ابل هتبدع في الموبايل ده، وغالبا هيظهر للنور في 2026. وعلى فكره ابل شغاله على نظاره زي بتاعه ميتا، مش ابل فيجن برو جديده، لا انا اقصد النظاره اللي هي العاديه زي بتاعه ميتا اللي بتصور دي، بس دي اظن مش هتظهر لنا دلوقتي خالص. ولو ما شفتش شكل ايفون 17 برو ماكس الجديد، ففي تسريبات قويه جدا بتاكد ان ده شكله الجديد. والله انا مش عارف هو شكله حلو ولا وحش، بس الاكيد ان الشكل ده مخبي وراه تطورات رهيبه في الكاميرا. لو ما تعرفش، في سلسله ايفون 17 الجديده هينزل فيها موبايل جديد كليا، هو ايفون 17 اير، والمفروض ان هو هيبقى ارفع ايفون انتجته ابل وبنفس حجم شاشه البرو ماكس. وللاسف في خبر مؤسف للناس اللي معاها ايفون من فئه ال 16 واصل السلسله كلها، لان مزايا الذكاء الاصطناعي اللي ابل صدعتنا بيها وقت نزول الموبايلات دي للاسف اتاجلت سنه كمان. ده خبر مؤكد مش تسريبات، وغالبا هتنزل مع سلسله الايفون 17. وده مش معناه انها مش هتنزل للايفون 16، لا هي هتنزل له بس كمان سنه تقريبا مع الاي او اس الجديد بقى ان شاء الله. وعلى ذكر الاي او اس الجديد، غالبا شكل الاي او اس 19 هيتغير شويه، وشكله هيبقى مستوحى اكتر من السوفت وير بتاع الابل فيجن برو اللي هو الايقونات المدوره بقى والحاجات دي. بصراحه انا شايف ان الشكل القديم احلى بكتير. بس دي كانت شويه معلومات وتسريبات قويه لابل. ما تنساش تعمل لايك وفولو لو عايز تشوف المحتوى ده تاني. وبس كان معاك عراقي من مصر. ما تنساش لو نفسك تشوف حبيبك صلي عليه، ورمضان كريم.